بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دراسة جدوى لتكلفة تربية 50 كتكوت أبيض. الناس اللي هي حابة إن هي تربي وهتنزل كتاكيت في الوقت الحالي، وعايزة تعرف مثلا تكلفة الدورة دي هتكون قد إيه. فأنا النهاردة جايبة 50 كتكوت أهو، جبت طبعا كل حاجة أنا محتاجاها معايا، العلف وسعر الكتكوت والأدوية وكل حاجة. فانا هحسب لكم ان شاء الله تكاليف ال50 كتكوت دول انا جبت صرفوا معايا قد ايه، بالمكسب اخر الدورة هيبقى معانا كام، ومتوسط الوزن هيبقى معانا كام، وهنأكل قد ايه علف. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، يلا شجعوني كده بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وتعالوا نشوف الاستقبال النهاردة. الناس اللي هي هتستقبل كتاكيت انسوا بقى موضوع المية بسكر او العسل في الحر، ده هيعمل اسهالات عند الفراخ. الاستقبال مش هيكون غير على محلول جفاف 12 ساعة وزبادي 12 ساعة كاملين، ومن بعد كده هنبتدي ان احنا ننزل المضاد الحيوي من تاني يوم. علشان ما اطولش عليكم ندخل بقى في دراسة الجدوى. بس ملحوظة بقى كده حابة انوه عليها وانت رايح تشتري كتاكيت، خلي بالكوا اغلب الكتاكيت اللي من دول اللي في السوق بقت كتاكيت مضروبة. الموضوع ده ما بقاش متوقف بس على كتكوت الاهالي، لا ده كمان في بعض الشركات الكتاكيت بتاعتها مضروبة. وفي ناس كتيرة بتشتكي من الموضوع ده. اتأكد انك بتجيب كتكوت فرزة اولى. ابسط حاجة تعملها انك تشوف وزن الكتكوت. الكتكوت الكويس وزنه بيتراوح من 40 ل45 جرام. امسك كتكوت وحطه على الميزان، من حقك تتأكد ان الكتكوت اللي انت هتشتريه وتدفع فيه مبلغ كويس ان الكتكوت ده تكون فرزة اولى. امسكوا 5 كتاكيت بشكل عشوائي حطوهم على الميزان، شوفوا الوزن هيطلع كام. زي ما انتوا شفتوا كده عندي في بداية الفيديو، انا عندي وزن الكتكوت ده تقريبا من 40 ل41 جرام. ده وزن كويس. اصغر من كده ما تجيبوش، اكبر من 45 جرام يعني مثلا 50 جرام 48 جرام برضو ما تجيبوش. خلي بالنا يا جماعة من الموضوع ده ونركز قوي. الدورة دي هتبقى في الصيف ومشاكل الصيف هتكون كتيرة، فضروري جدا ان احنا نجيب كتكوت كويس. طيب نيجي بقى عند التكاليف. اول حاجة سعر الكتكوت النهاردة 33 جنيه. هو في احتمالات ان سعر الكتكوت في الاسبوع اللي جاي يرخص. طبعا انا هعمل الدراسة دي على اساس السعر اللي انا مشتريه بيه النهاردة، بس انتوا ممكن تروحوا تشتروا بعد يومين 3 4 بعد اسبوع تلاقوا ان السعر نزل شوية عن السعر اللي انا مشتريه بيه النهاردة. طبعا هنحسب ال 33 كتكوت في ال50 هيدوني 1650. ده سعر الكتكوت. نيجي بقى عند سعر العلف، وهو اكتر حاجة مكلفة في الموضوع كله هي سعر العلف. الكتكوت الواحد هيستهلك معانا الدورة كلها من 3 كيلو ل3.5. احنا هنحسب على اساس 3 كيلو ونص. ال50 كتكوت في ال3 كيلو ونص هيدونا 175 كيلو علف. سعر العلف في اليومين دول ماشي على 26 جنيه، فاحنا هنضرب 175 في 26 جنيه هيدوني 4550 جنيه. ده سعر العلف، وزي ما قلت ده أكتر حاجة مكلفة في الموضوع. طيب بقى المصاريف التانية، هنستهلك مثلا علاج من 200 ل300 جنيه. أدوية طول فترة الدورة هنحسب 300 جنيه. ومصاريف تانية بقى زي نشارة، زي كهرباء، هنحسب برضو 300 جنيه. أنا بحسب معاكم كده بالزيادة. فهنحسب بقى المصاريف اللي هي العلاج والباقي المصاريف 600 جنيه. هنضرب بقى الكلام ده كله ببعضيه، سعر الكتكوت مع العلف مع باقي التكاليف من علاج ومن نشارة وتكاليف تانية، هيدينا هيطلع الناتج عندنا 6800 جنيه. دي تكاليف 50 كتكوت، من أول سعر الكتكوت والعلف والمصاريف التانية كلها هتبقى 6800 جنيه. نيجي بقى عند موضوع المكسب. طبعا كل حاجة الأرزاق بتاعت ربنا، والمكسب والخسارة دي حاجة بتاعت ربنا محدش له يد فيها. بس احنا هنعمل متوسط، يعني حاجة كده في المعقول. هنقول مثلا ان متوسط الوزن عندي اخر الدورة هيطلع 2 كيلو ونص. هيطلع عندي 125 كيلو لحم صافي. ده لو انا متوسط الوزن عندي 2 كيلو ونص. اي دورة طبعا بيكون فيها نافع، يعني ما ينفعش ان احنا نقول في دورة حتى لو فرضنا هيبقى عندنا دورة تيجي عندنا صدف ما يحصلش عندنا فيها اي نافع. بس الطبيعي ان انا احسب النافع الطبيعي لأي دورة بيكون 5%. فانا مثلا هنطلع 5% من 125 كيلو دول، هيطلع عندي 117 كيلو. يعني انا كده شلت 5% من اللحم من اللي هي 125 كيلو، فطلع عندي الناتج 117 كيلو. طيب هضرب 117 كيلو دول، نقول مثلا في ال90 جنيه. لو سعر الفراخ ماشي في اليومين دول على ال90 جنيه،
هيطلع عندي الناتج في الآخر 10,575 جنيه. طبعا هطرح 6,800 من 10,575، هيطلع عندي الناتج 3,775 جنيه. ده مكسبنا من ال50 كتكوت بإذن الله. ده لو طلع عندي متوسط الوزن 2,5 كيلو. طيب هفترض مثلا ان الدنيا بقى عكت معايا، الحر أثر معايا على الوزن، فطلع عندي متوسط الوزن 2 كيلو بس، مش 2,5 كيلو ولا حاجة. هنحسب بقى ال50 فرخ في ال2 كيلو، هيكون الناتج عندي 100 كيلو. هنشيل 5%. خلي بالكم يا جماعة، أنا شلت 3 فرخات، يعني أنا حسبت الحسبة الأولى دي، حسبت أكتر كمان من 5%. قلت مثلا إن هما هيموتوا مني 3 فرخات، هو المفروض يبقى فيه 2,5 فرخة، فأنا حسبت 3 فرخات. فانا حسبت الحسبه الاولى دي على اساس ان انا ما عنديش 50 فرخه، على اساس ان انا عندي نفق 3 فرخات، هيتبقى عندي 47 فرخ. فضربت الحسبه على اساس 47 فرخ. فانا هنا برضو نفس الكلام، هضرب ال47 فرخ دول في ال2 كيلو متوسط الوزن اللي هيطلع عندي. هيطلع عندي بقى الناتج في الاخر 94 كيلو. هنضرب بقى ال94 كيلو في ال90 جنيه زي ما احنا ضربناها في الحسبة الأولى. هيطلع عندي الناتج 8,460 جنيه. هنحسب بقى التكاليف اللي احنا اتكلفناها، نطرح 6,800 من 8,460، هيطلع عندي الناتج 1,660. ده بقى في حالة ان الفراخ عندي ما تجيبش وزن كويس، او ان الوزن عندي يحصل فيه مشاكل بسبب الحرارة. يعني في كل الحالات ان شاء الله في مكسب. التربية في البيت ما فيهاش اي خسارة يا جماعة، الا لا قدر الله لو حصل فيروس او حصلت مشكلة كبيرة في الفراخ والنفع عندي زاد قوي مثلا اكتر من النص، فوقتها ممكن الدورة ان هي تخسر. طبعا حتى لو حصل ده فده مش هيكون في كل دورة، يعني دي حاجة بتحصل كل فين وفين. حتى المزارع الكبيرة برضو بيحصل معاها كده. فيعني لو فرضنا مثلا ان انا جيت في دورة من الدورات حصل معايا مشكلة في الفراخ، استهلكت مني ادوية كتير، وكان عندي عدد نافق كبير، وجيت في الاخر حسبت الحسبة لقيت ان انا حتى مش مطلعة المصاريف اللي انا صرفتها، ما وقفش بقى عند كده واقول لا خلاص انا كده الموضوع ما بقاش فيه مكسب، ده كده بقى فيه خسارة. لا، جرب تاني، هات تاني وجرب، وان شاء الله لكل مجتهد النصيب. مادام احنا بندور على الرزق الحلال فان شاء الله ربنا هيرزقنا جميعا. ما تنسوش بقى تشجعوني بلايك وتشتركوا في القناة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي.